السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا قمر؟ عامل ايه؟ وحشتني جدا. 3 سنين يا راجل، مش تسأل على اخوك؟ فين محمود؟ بيعمل ايه؟ عمل ايه؟ حياته ايه؟ يلا انا عارف انك كنت مشغول، وانا برضو كنت مشغول على فكرة، مشغول بحاجتين ده اللي خلوني اتأخر عنك كده. اول حاجة خالص ان انا انسان بيرفكشنست. انت عارف يعني ايه؟ يعني بكون بحب كل حاجة مظبوطة زيادة عن اللزوم. فلو السيت اب مش مظبوط والنور مش عارف ايه والوقت مش عارف ايه وصوت في جنبي ايه، بيعمل لي مشاكل وما بعرفش اتصرف. وقررت بصراحه مش هكدب عليك من اول النهارده اني مش هبقى بيرفكشنست تاني، مش هبقى مثالي قوي يعني. ما انا لو ما اشتغلتش مش هشتغل، ما لقيتش وقت في اي حته في اي وقت اشتغل مش هشتغل، بالذات في موضوع ربنا سبحانه وتعالى ده، موضوع الدين ده حلو. فانا قررت ان انا اشتغل باكتر لينس شكلها لا يوحي بان احنا بنتكلم في كونتنت ديني، محتوى ديني، اللي هي الفيش اي، عشان انا بحبها جدا وبحب شكلي فيها جدا مع اني بشكل غريب، بس دي طبيعتي بقى، فعديها لي والدنيا تمشي عشان نعرف نوصل لربنا سبحانه وتعالى ازاي. دي نمره واحد. نمره اتنين اللي كان شاغلني برضو سؤال غريب جدا بصراحه، او حاجه لقيت نفسي بقول لنفسي طب هو انا لو بيرفكشنست في الدنيا، هو ازاي مش عارف ابقى بيرفكشنست في الاخره؟ يعني انا دلوقتي عايز ارجع لربنا سبحانه وتعالى واروح الفردوس الاعلى وابقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا ابو بكر الصديق واشوف وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، ازاي وانا مش بيرفكشنست في الاخره؟ يعني مش في الدين عايز ابقى كويس، ابقى بعمل كل حاجه صح. فلقيت نفسي عندي حق، محتاج ابقى بيرفكشنست في الدين، بس برضه عشان ابقى بيرفكشنست في الدين محتاج اعرف الدين اكتر. وكنت كل ما اعرف الدين اكتر الاقي نفسي مش فاهم حاجه خالص، مش انا مش فاهم، عشان كل ما تتعمق في الدين اكتر تلاقي نفسك يا لهوي، هو انا اللي كنت فيه ده قبل كده كان ايه؟ وده كان دين؟ كنت مسلم اساسا؟ بغض النظر مش هقول الناس كلها مش مسلمين عشان ما حدش يعمل معايا مشاكل، كل الناس زي الفل، بس احنا محتاجين نحسن من علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى شويه. طيب ايه بقى، ايه بقى الحاجه اللي انا هقيس عليها او الناس اللي هقيس عليهم عشان اقول الناس دي هم دول الليفل اللي انا محتاج اوصل له؟ اقول لك يا سيدي ان ربنا سبحانه وتعالى ما سابناش كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سوره البقره. حلو جدا، يعني اللي هيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى ويفهم الكلام ويشتغل صح هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى هينجيهم من خوفهم والحزن وهنا في الدنيا وفي الاخره. حلو جدا. طيب مين الناس دي؟ فقعدت لما قعدت ادور لقيت ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره التوبه ايه في قمه الجمال، قمه الجمال. انبسطت جدا لما سمعتها حقيقي والله. بص يا سيدي، الايه دي بتقول لك كده بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إيه ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني في ناس سمعوا بودانهم وهم عايشين إن ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم؟ المهاجرين والأنصار سمعوا الكلام ده، بس ربنا سبحانه وتعالى رحيم قوي وجميل قوي وكريم قوي، بالله عليك حبه بقى. المهم يا سيدي، بعد ما تحب ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لو كان قفل القوس على المهاجرين والانصار وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه بس، كنا من بعديهم اتسوحنا، ولا واحد فينا كان ربنا سبحانه وتعالى رضي عنه. لكن ربنا سبحانه وتعالى عشان كريم وجميل حبه بقى قال كده: والذين اتبعوهم باحسان. الناس اللي هتعمل زي المهاجرين والانصار دول بالظبط هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم في الدنيا. الفكره بقى مش في كده، انا لو قعدت اكلمك في الموضوع ده مش هنخلص، ده محتاج 630 الف حلقه نتكلم فيهم عن ازاي الناس دي ربنا رضي عنهم. وبصراحه هو ده اللي انا جاي اكلمك فيه في الفتره اللي جايه. كل اللي كلام الفتره اللي جايه ازاي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا زي ما رضي عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، اذا كانوا مهاجرين واذا كانوا ولا كانوا انصار. بس شفت انا عطلت ازاي؟ ومش هعمل ايديت برضه. المهم يا سيدي، عشان تعرف ازاي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا في الدنيا وفي الاخره انا وانت ونبقى من الذين تبعوهم باحسان، محتاج تعمل شويه حاجات. اول حاجه خالص، اول حاجه اعمل لي فولو او سبسكرايب. يعني اذا كنت انت موجود على انستجرام او فيسبوك اعمل لي فولو واعمل لايك للبيج. انت موجود على تيك توك برضو اعمل فولو واعمل شير واعمل على اليوتيوب سبسكرايب، هتلاقيني على الاربع حاجات. والدال على الخير كفاعله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الدال على الخير كفاعله. فشير الفيديو ده، يمكن حد يسمع الكلمتين دول ويبقى مهتم بالكونتنت. لو انت مش مهتم حد تاني ممكن يبقى مهتم. انا بحبك والله،
واستنيني بقى في الحلقه اللي جايه نعرف ازاي انا وانت ربنا سبحانه وتعالى يا رب يرضى عننا ونبقى من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. جاهز؟ مستعد يا صاحبي؟ فين الشير والسبسكرايب واللايك؟ فين يا جميل؟ فين مش شايف حاجه؟ وريني واعمل لي كومنت كده قول لي عايز نتكلم في ايه المره اللي جايه. بس كده انا عامل لك خطه ايا كان، اكتب اللي انت عايزه انا هقول لك اللي انا عايزه. بحبك والله. السلام عليكم، هتوحشني يا قمر لحد الحلقه اللي جايه.